بيبدأ فيلمنا بالمحقق جون واللي يروح يحقق في قضية واحد اسمه عنده 60 سنة وكان بيتسلق الجبل ووقع، ووقتها بياخد باله ان هو لابس سماعة غالية جدا وختم جواز، والساعة كانت واقفة عند الساعة 10 ودقيقتين، وفي المشرحة بيشوف صورة الضحية مع بنت صغيرة فبيفتكرها بنته، ولما بتوصل بيشاور لها على ابوها، بس بيتصدم لما بتقوله ان سوراي مرات المرحوم، وبتقوله ان هي صينية ومش بتعرف تتكلم كوري كويس، بس لما اتكلمت شك فيها وقال لها ده انت بتتكلمي كوري احسن مني، وطلب منها انها تفتح موبايل جوزها. بعدها بدأ يدور وراها لحد ما وصل ان جوزها كان بيتهجم عليها وضاربها في اماكن كتير جدا في جسمها، ومن جبروته كان واشم حروف اسمه على جسمها، وعرف ان هي ممرضة وبتروح لعواجيز البيت. ولما سأل المشرفة عن مكانها يوم الاثنين اللي هو يوم الجريمة، قالت له ان وقتها كانت مع جدة اسمها دونج، وكمان الممرضات بيتصلوا كل شوية بموبايل المريض علشان يطمنوا، وبما ان الجدة عندها الزهايمر وتعبانة فالطبيعي ان الممرضة هي اللي هترد بدلها، فبيراقبها لفترة طويلة جدا، وكمان اخد منها الحمض النووي علشان يتأكد لو كان الجلد ليها تحت ضوافر جوزها ولا لا. فعلا كان ليها، بس فهمته ان هو خربشة لما كان بيقول لها تعالي اطلعي الجبل معايا وهي ما كانتش عايزة. وبعد فترة بيلاقوا وثيقة بتقول ان سوراي هربانة من الصين علشان خلصت على امها، ولما راح لها علشان يسألها قالت له ان امها كانت عيانة جدا وبتودع، وهي اللي طلبت منها انها تنهي عذابها وبعدها تسافر وتعيش في كوريا. بعدها قامت تجيب رسالة تهديد كانت بتيجي لجوزها، ولما راح يسأل في الشركة اللي كان شغال فيها الضحية بيديله الموظف رسالة كان سايبها الضحية بتدل ان هو كان ناوي يروح للعالم التاني برجليه، وفي الاخر بتتقفل القضية وبيروح الفريق علشان يحتفل في مطعم. بس واحد من المحققين ما كانش مقتنع بالكلام ده وشايف ان سوراي مجرمة، ولما سكر خالص راح لها البيت وكسره كله لانه ما هوش في وعيه. فاتصلت سوراي بجون اللي راح لها وتأسف منها وقام منضف لها البيت كله، وبعدها اخدها على بيته وطبخ لها العشاء، وهناك بتشوف صور لقضايا كتير متعلقة على الحيطة عنده من ضمنها صور جوزها، فبتقوم واخداها وحرقاها بحجة ان الصور دي هي اللي مخلياه مش عارف ينام. ومن ساعتها قربوا من بعض جدا وبدأت بينهم قصة حب، لدرجة ان مراته اللي كانت بتيجي في اجازات الاسبوع بحكم شغلها كان بيبقى نفسه تمشي بسرعة على عكس الاول اللي كان بيستناها اليوم بيومه علشان توصل فيه. وفي يوم نزل من البيت في نص الليل علشان يتكلم مع سوراي، ووقتها قالت له ان هي مشغولة جدا مع واحدة من الجدات وفي نفس الوقت مش قادرة تروح للجدة بتاعت يوم الاثنين، فاقترح عليها ان هو يروح بدلها. ساعتها بتوافق وبتقول له يروح بيتها هيلاقي دفتر على الطاولة يبقى يقرأه ليها علشان هي بتحبه، على ما تتصل هي بممرضة تانية تروح بدلها. وفعلا بيروح وكانت الدنيا ماشية تمام وزبادي في الخلاط، لحد ما فجأة الجدة طلبت منه ان يساعدها علشان عايزة تشغل اغنية على الموبايل، ووقتها بيلاحظ ان الموبايل هو نفس بتاع سوراي بالظبط، ولما شاف التطبيقات اللي لسه مفتوحة بيشوف واحد بيحسب الارتفاع ففتحه، وساعتها كان باين له ان حد كان ماسك الموبايل وطلع به للدور 138 يوم الاثنين، وده اللي هو يوم الجريمة. ولما سأل الجدة لو كانت راحت لمكان مع سوراي يوم الاثنين فقالت له ان هي ما طلعتش من البيت من 10 سنين. ولما سألها طيب انت عارفة احنا يوم ايه يا تيتا، لقاها هنجت منه كده ومش عارفة تجمع، وقالت له مالك يا حبيبي فين الجدة اللي بتتكلم عنها دي، انا في عز شبابي وبعدين انا معرفش النهاردة ايه. فتعامل معاها على انه حبيبها وسألها لو سوراي جات لها النهاردة هيبقى يوم ايه، فردت عليه يبقى اكيد الاثنين. وقتها اكتشف لعبتها وطريقة تنفيذ الجريمة. يوم الجريمة راحت لبيت الجدة وبدلت بين الموبايلين، وكده كده الجدة مش هتاخد بالها لان الاتنين شكلهم واحد، وده علشان لما المشرفة تتصل تطمن على الجدة من موبايلها ترد سوراي عليها كأنها في البيت عادي، وقامت اتسلقت الجبل لحد ما وصلت لجوزها ورمته. وبعدها بتروح تزور الجدة في يوم تاني، وبالنسبة لها اي يوم هتيجي سوراي فيه هيكون يوم الاثنين لانها مش بتفرق بين الايام، فبيروح لها بالليل على بيتها وبيواجهها بكل اللي عرفه. ولما راح وسألها ازاي بتقولي انك بتخافي من المرتفعات وحضرتك طالعة لمسافة تساوي الدور 138 ليه تنهي عليه، كان ممكن تبلغي الشرطة وهم هيساعدوكي. فردت عليه انه هددها انه هيرجعها للصين تاني. ولما سألها لو هي اللي عملت رسالة التهديد والرسالة اللي مفروض جوزها كان سايبها في الشركة فردت عليه ايوه انا اللي عملت كل ده. ولما سألها عن المحقق زميله اللي المفروض دخل كسر لها البيت كدبة كمان، قالت له هتفرق ايه بقى ما هو جه البيت وهو سكران، مش ده يعتبر تهجم برضه؟ وساعتها افتكر ان هي حرقت صور وتسجيلات القضية بحجة ان هي قلقانة عليه من الارق وعايزاه ينام، وقال لها يعني انا كنت لعبة بالنسبة لك، كنت بتضحكي عليا ومفهماني انك بتحبيني علشان توصلي
توصلي للي انت عايزاه. ولما حاولت تقرب منه علشان تقول له ان هي حبته بجد، بعد عنها وقال لها انه اشترى موبايل جديد للجده، وطلب منها ترمي الموبايل اللي عليه الدليل في البحر علشان محدش يشك فيها تاني، وبيسيبها بعد كده وبيمشي. وبعدها بينقل نفسه لمدينه مراته علشان يروح يعيش معاها بعيد عن سوراي. وبعد مده بتكون سوراي تحت ايدين راجل اسمه سونج عمال يلطش فيها وبيسالها فين جوزها، فبتقول له ان هو هرب وسابها، بس بيكمل ضرب فيها وبيقول لها ان جوزها شين نصب على امه ودلوقتي هي في المستشفى. وفي الاخر بيهددها لو امه ماتت فقبل ما يعمل جنازتها هيخلي جوزها يحصلها. وعلى بالليل بيتصل بيها جوزها وبيقول لها احنا لازم ننقل لمدينه تانية بسبب سونج اللي عرف بيتنا، فبتقرر تنقل لنفس المدينه اللي عايش فيها جون علشان تشوفه تاني. وفعلا بتقابله صدفه مع مراته في سوق السمك، فبتعرفه على جوزها شين وبتقول له جوزها ان ده المحقق اللي كان شاكك فيها في قضيه جوزها الاولاني. وبيكون جون متوتر جدا بس بيحاول يتصرف طبيعي علشان مراته ما تشكش. وتاني يوم بتيجي مكالمه لجون ان فيه جريمه لازم يروح يحقق فيها، فبيستغرب جدا لان المدينه اللي عايش فيها هاديه جدا وما بيحصلش فيها جرائم ابدا. ولما بيروح بيتصدم ان الضحيه كان شين جوز سوراي، وكمان كان نضيف جدا مفيش ولا نقطه دم مع انه مطعون كتير جدا. وقتها راح لسوراي وقال لها انت فاكرانا عبيط علشان كده جيت المدينه، انت المره دي لازم تلاقي لك حجه قويه جدا لانك مش هتفلتي من ايدي تاني. وبدا يحقق في القضيه وهو مصمم ان يلاقي دليل ان هي المجرمه. ووقتها لقى ناس متصورين صوره ظاهره فيها من ورا وكانت واقفه وشكلها بترمي حاجه في البحر، فراح لها البيت وطلب منها تعترف. فقالت له ان هي رجعت البيت وشافت منظر جوزها وهو غرقان والمكان كله دم. ساعتها ما جاش في دماغها غيره لان هي عارفه انه هيخاف من المنظر، فقامت منضفه المكان كله وبعدها حرقت الفستان اللي كانت لابساه. وقتها بيتقبض عليها بتهمه التلاعب بالادله. وفي اختبار كشف الكذب قالت ان هي ما قتلتش شين وكانت مش بتكذب. بعدها الادله بتوصلهم لسونج وبيقبضوا عليه، فبيقول لهم ان شين ضحك على امه وخلاها تستثمر تحويشه عمرها كلها وفي الاخر خسرها وعلشان كده خلص عليه. ولما سالوا جون لو سوراي هي اللي طلبت منه يعمل كده قال له لا، لكن اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. ففضل شاكك في سوراي وحاسس ان هي اللي ورا كل اللي بيحصل ده، فبيطلب من زميلته تطلع الموبايل اللي رمته سوراي في البحر. وبعد فتره بتطلعه فعلا وبيقدر يفتحه علشان يشوف اللي فيه. وبيكون شين وقتها كتب لسوراي انه اتصل بمرات جون علشان يسمعها تسجيل وقام بعته ليها وقال لها لو محلتش مشكله اتفاق معين مع الصينيين هيفضح جون انه شرطي فاسد. فبيروح جون لسونج في السجن وبيساله لو كانت سوراي راحت تشوف امه في المستشفى وادت لها اي دواء، وفهم من كلامه ان سوراي خلصت على امه وده علشان هو هددها قبل كده لو امه ماتت هيخلص على جوزها. فبيتصل بسوراي وبيقول لها انه خلاص عرف كل حاجه وسالها ايه التسجيل اللي خلاها تعمل كل ده. فبتقول له تسجيل كان جون بيقول فيه انه بيحبها وقت جريمه جوزها الاولاني. وبعدها بتودعه وبتطلب منه يرجع يرمي الموبايل تاني ويا دار ما دخلك شر. وبعد ما بتقفل المكالمه بتنزل للبحر وبتفضل تحفر لحد ما بتعمل حفره كبيره وبتقوم نازله فيها علشان تستنى المد يجي ويقوم دفنها وهي حيه وتبقى عاقبت نفسها بنفسها. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وما تنساش تفعل الجرس علشان تشوف الفيديوهات اللي جايه، وما تنساش كمان تشوف الفيديوهات اللي فاتت. لو انت على اليوتيوب اشترك ولو على الفيس اعمل فولو. سلام.